العثور على جسم غريب داخل جمجمة مريض. دخل الرجل إلى أحد المستشفيات في مقاطعة كوانج بينه في فيتنام بعد شكوى مستمرة من صداع حاد وفقدان الرؤية بشكل تدريجي وإفراز كميات كبير من السوائل من أنفه، لكن الأطباء لم تتمكن من الكشف عن سبب محتمل لجميع هذه الأرض. أظهرت الأشعة المقطعية التي قام المريض بإجرائها في المستشفى وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه، وهو الأمر الذي أثار حيرة الأطباء، إذ تبين بعد الفحص الدقيق أنها عيدان تناول طعام مكسورة. العثور على جسم غريب داخل جمجمة مريض. وعندما سأل الأطباء المريض كيف وصلت عيدان تناول الطعام إلى رأسه، كان المريض الذي يبلغ من العمر 35 عاما في حيرة من أمره على غرار الأطباء، لكن تذكر وقتها أن تورط في حادثة مشاجرة قبل 5 أشهر، إذ إنه تم إسعافها بحالة طائرة بعد هذه المشاجرة، لكنها لا يتذكر ما حدث وقتها. افترض المريض أن الرجل الذي تشاجر معه هو من قام بإدخال عيدان الطعام داخل جمجمته. قرر فريق الأطباء إجراء عملية بالمنظار من خلال الأنف بعد دراسة جميع الخيارات من أجل إزالة العيدان المكسور.